نهاركم سعيد. تعالوا نعمل مع بعضينا طبق الكينج بتاعنا بتاع اساس اي سفرة بطريقة مميزة وخطوة بخطوة، وهنعرف ازاي نظبط المزازة بتاعته وهتبقوا شطار فيه. محدش هياكله منكم غير لما يتشكر فيه. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا نبتدي الوصفة. هنجيب ربع كيلو من ورق العنب اللي احنا طبعا مظبطينه ومفرزينه من الفيديو اللي فات، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف تحت. انا طبعا هنعمل المقادير. كوبايه من الرز المغسول ومتصفي كويس جدا علشان ما يعجنش معانا من في طريقه التسويه. انا مضاعفه المقادير ديت في الفيديو علشان محتاجه خلطه بزياده هعمل بيها حاجات تانية، ولكن المقدار اللي انا هقوله هو الربع كيلو ورق العنب. نص كوبايه من طماطم الفريش تكون مضروبه من غير ميه، معلقه من الصلصه البيوريه، نص كوبايه من خضره المحشي الميكس، بقدونس والشبت والكزبره تكون مفرومه او مقطعه اللي انتوا حابينه. هنجيب بصله متوسطه مبشوره، ممكن تكتروا او المقدار يعني ممكن تكتروا لو حابين، بس انا ده مقدار مظبوط جدا. معلقه من دبس الرمان، ودي خطوه مهمه جدا بتعزز طعم المحشي قوي قوي، بجد جربوها مش هتندموا. معلقه كبيره من الزيت، وده علشان يضمن فلفله الرز بتاعنا، عشان احنا طبعا ني في ني. وهنحط نص ليمونه، وهنسيب نص ليمونه تاني في نهايه الطريقه. هنحط معلقه صغيره من الكزبره والملح والكمون او بهارات المحشي، او ممكن تزودوا بهارات تانية بتحبوها، بس انا بحب المحشي يكون طعمه مظبوط مش توابل زياده. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، وهنسيبه بقى يتبل كده، ياخد الطعم شويه لمده ربع ساعه على بال ما نظبط الصينيه بتاعتنا. هنجيب طرنشات من البصل والبطاطس، وممكن تحطوا طماطم لو حابين. هنجيب بقى الورق بتاعنا، وهنشيل العنقود دوت، وهنبتدي نجيب الورقه بتاعتنا فيها طبقه خشنه وطبقه ناعمه. احنا هنحط الخلطه على الطبقه الخشنه، والناعمه بتبقى من تحت علشان واحنا بناكله يبقى ناعم، ونقفله كده من فوق ومن الجناب. واحنا بنقفل بنضغط عليه بصباعنا جدا للعرايس الحلوين الجداد في المطبخ علشان ما يفكش مننا. ودي خطوه مهمه جدا، وهعملها لكم بكذا مره، هكررها لكم علشان تعرفوا طريقه اللف بالظبط. اهو احنا بنشيل العنقود طبعا الوردة، ونجيب الطبقة الخشنة ونحط برضو الخلطة بتاعتنا. والمقدار الرز بتاعنا بيبقى على حسب حجم الورقة، في ورقة كبيرة ورقة صغيرة، فانتوا تظبطوا المقدار بتاعكم ما يبقاش كتير علشان ما يبقاش ناي مننا، ولا يبقى قليل علشان برضو الورق ما يبقاش مفرغ مننا. يعني حاولوا تظبطوها كده، ومع الممارسة هتتعلموها. اهم حاجة الصباع يكون ملفوف ومقفول كويس. نخلص بقى كل الكمية بتاعتنا بتاعت المحشي، وهنحطها في صينية او في حلة اللي انتوا حابينه، ونحط مقدار كوباية ونص من الشوربة او مية مغلية. دي الشوربة عملتها معاكم قبل كده بس من غير بصل ولا جزر. هحط عليها الصوص البصل اللي فاض من الرز هنا، وهنحط عليها نص الليمونه التانية اللي انا قلت لكم. ودي صوص من الرز، الحاجات اللي انا عملتها الخلطه نزلت كده سوائل، فقلت احطها بتظبط الطعم. ومعلقه من دبس الرمان، وده بجد بيظبط الطعم جدا. الليمون بنحطه في وسط التسويه لو حابين الورق العنب بتاعنا يكون المزازه بتاعته مظبوطه، لان بيتبخر، المزازه بتاعته بتتبخر فبيدي طعم مزز وفي نفس الوقت مظبوط، ما يبقاش لاذع قوي مننا. ودي خطوه مهمه جدا. بنحطه بيتشرب جد زي ما انتم شايفين كده، ونحط طبق تقيل علشان الورق وهو بيستوي بينفش معانا، فمش عايزينه يفك مننا. ونغطيه نحطه على نار متوسطه لمده نص ساعه، واول ما يشرب من الميه نوطي عليه النار لغايه لما يتفلفل مننا. وبكده خلصت وصفتنا. ولو حابين بقى المزازه بتاعته تكون عاليه، بتحطوا الليمون في الاخر بعد ما بتطفوا عليه، وتسيبوه كده شويه وتروحوا مقدمينه على السفره بتاعتكم. ده لو عايزين الطعم مزز، بس الصراحه اللي انا بعمله ده مظبوط جدا. انتوا بقى حابين المزازه عاليه اللي انتوا حابينه. عايزه اقول لكم بصوا الرز مفلفل وجميل خالص خالص بجد، يعني كل اللي هيدوق منكم هيتشكر فيه جدا. وما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، وتطبقوه وتنزلوه على الفيسبوك، هنزل لكم الرابط تحت. واتمنى اشوفكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ودمتم بخير.